السلام عليكم. معاكم أيمن من ايزي تك. النهاردة هنتكلم عن مميزات جميلة في التليجرام، زي إنك تبعت صورة تتمسح بعد ما تتفتح ب5 ثواني وما يقدرش ياخد منها سكرين شوت، وإن أنت تبعت رسالة في وقت معين، وإنك تحمي نفسك من متطفلين التليجرام. وخليكم معنا لآخر الفيديو عشان هنشوف إيه حكاية السكريت شات بتاعة التليجرام. يلا بينا. التليجرام فيه شوية اوبشن حلو قوي، تعالوا نشوفها. احنا دلوقتي ممكن نبعت رسالة في وقت معين، هنكتب رسالة وندوس على زرار ارسال دوسة طويلة سكادجول مسج. هنا بقى ايه، جاب لي هنا الايام والساعات والدقايق، نحدد اي وقت، وهو الوقت اللي احنا هنحدده ده هو اللي المسج هتروح فيه. يعني المسج مش هتروح دلوقتي او هي ما جاتش اهي، ولما يجي الوقت ده هتروح فيه على طول. وممكن كمان نبعت رسالة من غير صوت، هندوس كده مثلا send without sound، ندوس عليها كده، هي كده راحت له بس ما عملش على صوت. دي ممكن نستخدمها مثلا لو احنا الطرف التاني في ميتنج او قاعد مع حد ومش عايزين ايه الموبايل يعمل صوت، فنبعتها له كده من غير صوت. وممكن نبعت صور ونعدل فيها ونحدد ان هي تختفي بعد وقت معين. اعمل اتاتش واحدد صورة، ممكن العب فيها براحتي، يعني ممكن مثلا اصغرها، ممكن ارسم عليها، ممكن اكتب، done. وممكن كمان اخليها تبان عنده لمدة 5 ثواني بس، ادوس على الزرار اللي جنب الارسال ده على طول واحدد الوقت 5 ثواني اهو، ممكن ازود انقص، done send. هي هتروح له زي ما احنا شايفينها كده، ولو فتحها مجرد 5 ثواني وهتختفي من عنده. وممكن نبعت رسائل مظللة، يعني مثلا هكتب ومعلم عليها واعمل سبويلر كده بقت مظللة، لو داس عليها تبان. دي معناتها مثلا لما يكون في حد جنب اللي احنا هنبعته فمش عايزين نشوف الرسالة، او احنا عايزينها تروح مظللة كده بس لما هو يدوس عليها تبان. من التليجرام كمان ممكن تبعت مسج لنفسك، وممكن تعمل لها ريمايندر فتجيلك في وقت معين لو انت عايز تذكرك بحاجة. هنخرج بره اليوزر ده، في حاجة اسمها هنا سيفد مسج، خش عليها. هنا لو بعتنا اي حاجة دي كده مبعوتها لك انت، يعني اليوزر بعتها لنفسه وهتفضل موجودة في اي وقت احب يرجع لها. ودي ممكن نستخدمها في حاجات كتير قوي، لو احنا عايزين نسيب اي حاجة، اي مسج جات لنا او اي حاجة ممكن نفرضها على السيفد مسج ده، او لو في كلام احنا عايزين نكتبه عشان نفتكره بعد كده او لينك او حاجة نحطها هنا. هندوس دوسة طويلة سيت ريمايندر بكرة مثلا، بكرة في نفس الوقت. هو كده في السيفد مسج مش موجودة، هيبعتها لك بكرة في نفس الوقت دوت. ازاي نحمي التليجرام ونحمي نفسنا من متطفلين التليجرام؟ هنخش على الاربع شرط اللي فوق شمال، ندوس عليهم وكده ندوس على سيتنج، ندوس على برايفسي، في فون نمبر، نخش على فون نمبر، في everybody اي حد ممكن يشوف رقم تليفوننا. ماي كونتاكت الاكونتات اللي عندي بس هي اللي ممكن تشوف رقم تليفوني. نوبادي محدش يشوف رقم تليفوني. وفي بروفايل بيكتشر everybody كل حد، ماي كونتاكت بس ونوبادي. وفي كولز، مين يقدر يكلمني، اي حد يقدر يكلمني، اي حد يقدر يكلمني، ولا الاكونتات اللي عندي بس هي اللي تقدر تكلمني، ولا محدش يقدر يكلمني انا بس اللي اكلمهم. جروب اند شانل، مين يقدر يحطني في الجروب، everybody ولا الماي كونتاكت بس الاكونتات بتاعتي بس. لو رجعنا للبرايفسي تاني هنلاقي فيه تالت اوبشن من فوق باسكود لوك. باسكود لوك هنخش عليها يقول لنا enable باسكود، هندوس عليها هيطلب مننا 4 ارقام. الارقام ده هيبقى الباسكود بتاعنا، كلمة السر بتاعتنا. لو جينا بعد كده نفتح التليجرام من خلال الموبايل او من خلال الكمبيوتر لازم نكتب الباسكود ده، غير كده مش هيفتح. وفي خامس واحدة اسمها ديفايسز، نخش عليها هيقول لنا ايه الديفايس اللي فتحت الاكونت ده. فممكن بمنتهى البساطة
نخش نشوف ايه هي، ولو في حاجة مش تبعنا نقفلها. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعيل الجرس والشير. السيكريت شات عبارة عن شات منفصل محمي، والرسائل اللي فيه ما بتتسجلش على سيرفرات التليجرام، فمنك للطرف التاني على طول. والرسائل اللي فيه ما تقدرش تبعتها براه، وما تقدرش تاخد منها سكرين شوت ولا تسجله، وعشان هو محمي فمفيش طريقة تسجل بيها السيكريت شات خالص. عشان كده احنا جبنا موبايل تاني وسجلنا السيكريت شات من بره الموبايل. تعالوا نشوف. السيكريت شات من الحاجات المهمة في التليجرام. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. نخش على اليوزر كده، ندوس على اسمه وكده 3 نقط فوق يمين اللي قبل الأخيرة ستارت سيكريت شات، ندوس عليها ستارت. كده احنا عملنا سيكريت شات. خلي بالكم عشان تعملها لازم يكون اليوزر التاني اونلاين، او يعني لو مش اونلاين هتعمل برضه، مش هينفع تبعت له غير لما يبقى اونلاين. بعد كده بقى عادي تقدر تبعت له عادي حتى لو هو اوفلاين. سيكريت شات ما بتسجلش على سيرفرات التليجرام، فبالتالي هو مفيش نسخة محادثة غير على جهازك وعلى جهاز اللي انت بعت له. فلو مسحتها خلاص كده هي مش موجودة في اي مكان تاني. ولو سطبت موبايل تاني، او يعني لو سطبت الاكونت بتاعك على موبايل تاني او على اللابتوب مش هتنزل لانها مش موجودة. والسيكريت شات مش موجودة على اللابتوب، يعني لو فتحت اللابتوب ودخلت الاكونت بتاعك مش هتلاقي السيكريت شات موجودة، وما تقدرش تعمل منها فورورد. لان انا هبعت رسالة اهو، ما اقدرش اعمل من الرسالة دي فورورد مقفولة، ما اقدرش ابعتها لحد، ما اقدرش اخد سكرين شوت، ما اقدرش اسجل الشاشة وانا فاتح السيكريت شات. وفي اوبشن تاني مهم برضو من الثلاث نقط اللي فوق يمين، تاني نقطة اللي هو التايمر. هنا بحدد الوقت ده بعديه اي رسالة انا بعتها هتتدلت. يعني انا كده حددت دقيقة، فكل دقيقة اي رسالة انا كنت بعتها قبل كده هتتدلت. ممكن تحدد يوم وممكن تحدد اسبوع.